عمرك حسيت إن في حاجة قدامك شكلها حلو ومغرية، وكل الناس حواليك شايفين إنها فرصة، بس جواك صوت صغير بيقولك لأ دي مش ليك؟ مش خوف ولا تردد، ده إحساس اسمه تنبيه. مرة تكون داخل علاقة كل حاجة فيها ماشية تمام، بس جواك حاجة بتقولك خليك بعيد، وتفتكر نفسك بتبالغ، وبعد فترة تكتشف إن اللي سبك في الأول كان ربنا بيحمي قلبك من وجع كبير. ومرة تانية تلاقي شغل شكله ممتاز، مرتب عالي، وترتاح في الأول، بس أول ما تيجي تمضي قلبك يتقل، تفتكرها وساوس، وبعد كام يوم تعرف إن المكان ده كان هيستنزفك أو يضيع منك حاجة أهم من الفلوس. عارف الإحساس اللي بيكون شبه قلبي مش مرتاح؟ ده مش جملة بتعدي، ده نظام إنذار من ربنا قبل ما تخش في طريق غلط. إحنا ساعات بنجري ورا اللي شايفينه مناسب ونطنش الإشارات اللي جوانا، مع إن الإشارة دي هي أكتر حاجة صادقة في حياتك. خد بالك، الراحة مش دايما معناها خير، والقلق مش دايما خوف، أوقات القلق حماية والراحة اختبار. ولو عديت على مواقف كتير قبل كده هتفتكر لحظة معينة وتقول أنا كنت عارف إحساسي ما كانش غلط. فلو اليومين دول جواك صوت بيقولك ابعد، استنى، فكر تاني، ما تقتلوش، اسمعه، ده يمكن الشيء الوحيد اللي بيحميك من حاجة انت مش شايفها، بس ربنا شايفها ومش راضي يسيبك تقع فيها. الإحساس مش دايما ضعف، أوقات بيبقى رحمة قبل ما تبدأ الرحلة. ومتنساش تصلي على النبي. سلام.